السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا معاكم في مزرعة 3M بالساحل الشمالي منطقة العميد. احنا اولا كده نبذة عن قطعة الارض دي صاحبها اول ما خدها كان عندنا مشكلة في المية، ان احنا لما جينا نحفر عشان نطلع مية حلوة للزراعة، لقينا ان المية ملاحتها 12,000 و14,000. حفرنا في كذا منطقة فما لقيناش مية حلوة للزراعة، فكان قدامنا حل واحد ان احنا هنشتري ميه بالنقلة عشان نروي بيها ونزرع بيها. طبعا الموضوع ده مكلف، عشان خاطر ازرع زراعة تقليدية او ازرع اي زرعة عادية ممكن تستهلك كمية مية اكبر. الموضوع هيبقى صعب ومكلف عليا، وايا كان ال- اللي هيتعمل يعني مش هيكون ذو عائد مادي يعني يعوض فرق المصاريف اللي اتصرفت على الري وكده. فكان قدامنا حل واحد، اللي هو ان احنا اخترنا ان احنا نزرع دراجون فروت. الموضوع كان مكلف في الاول، بس بعد كده بقى موضوع استهلاك المية قليل جدا. آه، زي ما حضراتكم شايفين، احنا دي زرعينها من سنة بالظبط، يوم 15/10/2023. فبقى لها سنة و15 يوم كده. جبنا شتلات كبيرة شوية عشان نقدر نوصل ان احنا النهاردة يكون عندنا على الشجر في انتاج. زي ما حضراتكم شايفين دي الدفعة الثالثة والاخيرة. من مميزات الدراجون فروت ان انا ممكن في اول سنتين على ما النبات يشد حيله ان انا اقدر احمل عليه بزراعات مختلفة. انا عندي هنا زارع بعض الزراعات، يعني مصاطب كده عشان المساحة مش كبيرة. فزارعين عندنا في طماطم وفي خس وفي فلفل وفي كرنب وزارعين توم. زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا بننقل لكم التجربة بعد سنة. دي كانت قطعة أرض صحراء، ودي النتيجة بعد سنة. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، حاجة الله أكبر يعني. وهنا اهو التوم. ولسه برضه هزرع في جزء في تلت أخير كده. القطعة دي متقسمة 3 تلات. التلت الأخير اللي هو باين قدامكم ده إن شاء الله هيتزرع بصل. هو طبعا في توم طالع لوحده، ده بايت من السنة اللي فاتت، لأن أنا كنت محمل عليه برضو أول ما زرعت الدراجون فروت. رحت زرعت توم، قلت عشان لو في نماتودة أو حاجة في الأرض أنضفها بالمرة. فهتلاقوا هنا في شتلات دي طالعة لوحديها، دي أنا ما زرعتهاش، دي بايتة من السنة اللي فاتت توم. زي ما حضراتكم شايفين، حاجة الله أكبر. دي الدفعة التالتة والأخيرة للموسم ده. في بعض الأزهار طالعة كده، يعني ممكن يبقى في دفعة بس هتبقى خفيفة قوي يعني. هنتكلم في فيديوهات تانية عن طريقة الزراعة، تكلفة زراعة فدان أو نص فدان، أو عندي حتة فوق السطح 100 متر، عندي جراج أو منطقة واسعة مش مستغلها في حاجة، فممكن أقدر أعمل فيها إيه يكون ذو عائد، يجيب لي عائد مادي كويس. ومن مميزات الدراجون فروت إن أنا بزرع حاجة ذات قيمة غذائية عالية وليها قيمة طبية برضو عالية. هنتكلم عليها برضو في فيديوهات تانية. حاجة ما شاء الله تبارك الله. وشكرا.